أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر نيتها تأسيس فريق لكرة القدم للمشاركة في المنافسات المحلية. نرمين سامي وتفاصيل من القاهرة. الجماعة في ظل حكم مبارك كانت ترى أن كرة القدم وسيلة لإلهاء الشعب عن مشاكله اليومية، لكنها الآن تتطلع أن يغير مناخ ما بعد الثورة نظرة المصريين إلى الرياضة. أما محبو كرة القدم في مصر قد داعبت أذهانهم تساؤلات عن شكل الفريق ومصادر تمويله والاسم الذي ستختاره الجماعة لفريقهم والاستعانة بمدير فني أجنبي من عدمها. وهل سيبدأ المشوار من دوري الدرجة الرابعة أم سيشتري فريقا ينافس بالفعل في الدوري الممتاز؟ مجرد فكرة طرحت، لكن الآن لم يتم أي عمل أو أي أداء خاص في هذا الاتجاه. لكن بس أنا يعني هطرح أسئلة. يعني الإخوة المسؤولين عن مكتب الإرشاد كانوا منعوا أي واحد من ينتمي لأي حزب غير حزب الحرية والعدالة اللي هو بيمثل جماعة الإخوان المسلمين. بس السؤال الآن لما يتعامل فريق كرة، لو واحد راح شجع النادي الأهلي وما شجعش فريق الإخوان، فهل ده هيفصل أو هيعاقب تبع لوائح الجماعة؟ لوائح الفيفا ترفض اعتماد الفرق ذات الطابع الديني تجنبا لاستغلال الانتماءات الدينية، وبالتالي الحال نفسه ينطبق على اتحاد الكرة المصري، حيث يضم الدوري المصري بمستوياته المختلفة أندية تابعة لمؤسسات وشركات، لكن لم يظهر بعد فريق يتبع جماعة أو حزبا سياسيا. أي جماعة عايزة تخش بالاسم الجماعة مش هتخش، يعني عشان تخش لازم يكون في نادي، يبقى النادي ده لازم يتأسس ثم يشهر. يبقى تأسيس النادي وإشهاره من خلال المجلس القومي للرياضة، المجلس القومي للشباب، على أساس إنه يؤسسوا النادي ثم يلعبوا من النادي ده داخل المسابقات المحلية طبقا لشروط وقواعد الاتحاد الدولي. ردود فعل رافضة ساخرة ومستنكرة، وأخرى مرحبة مؤيدة ومتيقنة من نجاح التجربة. هكذا استقبل الشارع المصري إعلان المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع اعتزام الجماعة التي أطلقت أخيرا حزبا سياسيا إنشاء نوادي رياضية وفرق لكرة القدم للمنافسة في الدوري والكأس. خطوة الإخوان لاقتحام ميادين الرياضة ليست بالجديدة، حيث بدأ اهتمام مؤسس الجماعة الإمام حسن البنا بالرياضة منذ نشأة الدعوة، فكان للإخوان فرقا عدة في كرة القدم والسلة وتنس الطاولة والملاكمة ورفع الأثقال والسباحة في جميع محافظات مصر. نرمين سامي، العربية، القاهرة.